اولا كل سنة وانتم طيبين بسبب دخول رمضان علينا ان شاء الله ويكون خير. النهاردة في الحلقة هنتكلم عن الاصحاب. الاصحاب يا جماعة، انا احكي لكم قصة غريبة شوية حصلت لي. كنت انا داخل على واحد من اصحابي كده، فلقيت اللي عنده من الاصحاب بتاع 7. قلت يا نهاري 7. فقلت له اعمل اد رفقة بيه يعني. ده انا اعرفه يعني ان هو يعني يعرف اصحاب كتير اوي في الجامعة، بس اخش عنده في الفريند فلقيت اللي عنده كلهم 7. يا نهاري. هو اسمه محمد، فبقول له ازيك يا محمد؟ قال لي الحمد لله تمام، اخبارك؟ قلت له تمام الحمد لله بتاع. قلت له ايه بتاع، عامل ايه، اخبارك، مش عارف ايه. فانتوا عارفين طريقة الكتابة اللي هو ايه يعني، انت كمان شوية تقول له انت مشغول ولا ايه؟ فبيقول لي لا والله أنا مش مشغول يعني. قلت له يعني مفيش موزة كده معلقاك بتاع. قال لي موزة مين يا عم، انا معليش موزس. فقلت له ما انا خدت بالي يعني انت عندكش غير 7. قال لي ما انا ما عنديش غير 7 بس اصحابي. قلت له نعم انت تستعبط، ده 3/4 الدفعة اصحابك. قال لي ما هم كلهم اصحابي، بس صاحب عن صاحب يفرق يا محمود. قلت له لا 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 لا، عشان الشات وبتاع وفي ناس بتخنق من الشات، فقمت مركب المايك وبتاع. قلت له لا كلمني مايك احسن. كلمته مايك، فبقول له مالك يا محمد؟ قال لي لا والله مفيش زي الفل وتمام، انت اللي اخبارك؟ تقول له والله انا تمام يعني، بس انا مستغرب انت ايه 7 اصحاب عندك؟ قال لي لا يا محمود مش حاجات كده، بس في الاصحاب اللي عندي دولت بكلمهم كل يوم ويكلمهم كل يوم. يعني انت يا محمود عندك كام صاحب يعني؟ قلت له يا نهاري ده انا عندي 300 صاحب. قال لي انت كلهم بتكلمهم كل يوم؟ قلت له لا. قال لي كام واحد كده تقريبا بيكلمك كل يوم؟ قلت له 4. قال لي 4. كام واحد من ال4 دولت بيكلمك كده اللي هو صباح الخير ازيك تمام الحمد لله ويقفل كده وتستنكره يعني؟ فبقول له يعني 2. قال لي بقى كام واحد من اللي بيتسلموا عليك دولت ما طلبش منك حاجة بعد السلام؟ قلت له مفيش حد اصلا من اصحابي بيكلمني غير بعديها بقول لك ايه يا حوض. قال لي شفت انت كده ما عندكش اصحاب اصلا يا محمد. قلت له نعم، امال ال 300 دول مش عاجبينك؟ قال لي لا الصاحب يا محمود، شوف انا عندي 7 بكلمهم كل يوم، نسأل على بعض كل يوم ونطمن على بعض كل يوم. لو هو مخنوق انا بسأله انت مخنوق ليه، فيقول لي على طول لان عارف ان انا اسأله وبزن فوق دماغه. لو انا حسيت ان هو زعلان او عايز يتساعد في حاجة بروح اساعده. المهم يعني يا جماعة عدت المدة يعني، وجيت في الاخر قمت ما كلمتوش تابعته. فعدى بتاع اسبوع كده لقيته نهار يعني زاد بقى ايه 10 اصحاب. بعد كده قاعد بقى انا قاعد فاضي محدش بيكلمني كتير قوي فقاعد فاضي. 10 15 ما لقيتش نفسي في الصداقة. قلت له يا محمد، دخلت عليه بتاع قلت له يا محمد شلتني من الصداقة ليه؟ قال لي طبيعي جدا اشيلك. قلت له طبيعي ازاي؟ قال لي انت كلمتني كام مرة من الفترة اللي فاتت؟ قلت له مفيش غير هي 2 3. قلت له 2 3. شوف احنا بقالنا قد ايه، احنا بقالنا 3 اسابيع يا معلم.
قلت له 3 أسابيع دولت هم اللي هيخلوك تغير؟ قال لي انت يعني في 3 أسابيع عرفت انا كويس ولا وحش ولا بتاع؟ قلت له ما انت قدامي اونلاين يا ابني، انت طول الوقت قاعد على الفيس. قال لي ماشي قاعد على الفيس بس ما تعرفش حالتي النفسية ايه، يعني هو انا لازم اكتب لك انا مخنوق انا متضايق؟ ما تشوف انا زعلان ولا ايه؟ قلت له يا عم انت يعني زعلان، في مشكلة معاك دلوقتي؟ قال لي اه انا عندي كذا. المهم قعدت اتكلم معاه الدنيا حلت. عدى اسبوع لقيت مش موجود تاني في صداقة. قلت له يا محمد انت كل شوية تشيلني وترجع تشيلني وترجع. قال لي يا محمود انا لو ما لقيتكش معايا اول باول وتعرف صاحبك كل يوم تساعده تطمن عليه عادي، ممكن تكلمني دقيقة من عمرك اللي انت بتضيعه في النوم والهرتلة والكلام دوت، دقيقة تكلمني ازيك يا محمود او ازيك يا محمد عامل ايه الحمد لله، قلت له كويس تمام. دقيقة يا جماعة اطمن على واحد من اصحابك يعرف اخباره ايه، ميت عايش بيموت بتاع. وهو ده يا جماعة ده حل الاصحاب دلوقتي لما تعرف صاحب اول بس شهر كده، لان انا كنت اعرف واحد صاحبي يعني ايه ازيك يا حودة عامل ايه يا حودة اخبارك يا حودة وحشني يا حودة والله ما بتتكلمش ليه مش عارف ايه. ويوم لما جت يعني حد بديل لحودة دوت، امك يا حودة مش عايز حاجة من وش اهلك يا حودة. اشوفكم الحلقة الجاية.